كوكو، سلام، كي راكم؟ غاية لاباس. اليوم جبت لكم وصفة حلوة الطابع او الطورنو. احنا في الغرب نقوله الطورنو. يجي بزاف الشباب ويقطع عليكم ويجي طري بوحدة المكون يخليه يقعد لكم طري لمدة اطول. نستحقوا 3 حبات تاع البيض ونديروا نقلعوا شويه من الصفار للتزيين ونزيدوا له فنجان تاع السكر ورشه تاع الملح. نكملوا نضربوا بالباتر حتى يذوب داك السكر، ما يبقاش حبيبات سينو يجينا يابس. نزيدوا له مغرف تاع الزبده، نخلطوها غايه بالباتر ونزيدوا لها مغرف تاع لافاني باش يقلع لنا هذيك الزفره تاع البيض. نزيدوا فنجان تاع الزيت ونخلطوا ونزيدوا له 2 فنجان تاع المايزينا نغربلوها بالشرط اننا نغربلو. نزيدوا لها ثاني 2 اكياس خميره كيميائيه تاع الحلويات. نخلطوا غايه ونزيدوا لها الفاينه حسب الحاجه، ما نتقيدوش بالكميه تاع الفاينه حتى نحصل على عجينه كما راكم تشوفوا هذا القوام. في فنجان هذاك غير تاع الصفار البيض نزيدوا له النسكافيه. كما راكي تشوفي انا ما نستعملش كاع الفرينه باش ما تيبسليش العجينه. نديروا ورقه طهي من الاحسن. نسطحها بالرولو تاعي على سمك يكون 1.5 سنتيم. وعلى هاد الكوبات غادي كاع نسقم هذوك الاطراف لي كوتي تاوعي كاع باش ما يجينيش الشكل مشي شباب. واي مول يكون عندك كما راكي تشوفي. ونطبع كما راكي تشوفي. حلوة الطابع راهي حلوة الزمان وبزاف نسيناها. حبيت بهذا الفيديو نعاود نرجعها كما كانت في السابق وتجي بزاف شابة. ندهن حلوة الطابع تاعي بداك الصفار البيض والنسكافي. تنجموا ترومبلاصوا النسكافي باللحظه انا غير باش يقلع لي هذيك الزفره تاع البيض. وقضيت اني ما كانش عندك ديري صفار البيض وقهوه ولا كيما تبغي. ومن بعد كي ندي ترشي هذيك السكر باش يجي احمر من الفوق يجي شباب. نطهو الكاطو تاعنا على درجه حراره 160 ربع ساعه لمده ربع ساعه كل وحده والفوق تاعها. ما نتقيدوش لا كويسونس تاعه. وتقدم تجي بزاف شابه وطريه من الداخل. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. شوفوا كيفاش تجي شابه بزاف وتقطع لكم. شوفوا الطبسيل اللي قطعته لي بزاف تقطع لكم غايه. القهوه تاع الحشيه ولا قهوه تاع الصباح مع قهوه حليب. هذه حلوه جافه نسيناها بزاف. شوفوا القوام تاعها من الداخل كيفاش هشيش وطري وتجي بيضاء. خاطر علاه المكون السري هو المايزينا. المايزينا هي تخلي الكاطو تاعنا يجي طري وبيض. ان شاء الله ديروا لي